فكولر النهارده كان رايح يلعب على التعادل اصلا. دي كانت باينه قوي في الماتش، يعني كانت باينه جدا، والفرقه برضو عندها نفس القافه اللي انا بتكلم فيها، ان هم برضو بيفكروا في الماتش بتاع يوم 14 بتاع كاس التحدي في انتر كونتيننتال. فهي الفكره اللي انت دلوقتي كمجموعه دي اصعب مباراه انت تخطيتها الحمد لله. والنقطه الثالثه كمان انا عايز اتكلم فيها، ان احنا الحمد لله حافظنا على سلسله اللا هزيمه، 26 مباراه بلا هزيمه الحمد لله. مرضي على الاداء. انت قول لي، خش قول لي لو انت شايف ان انت مرضي على الاداء، خش قول لي تعليقك على الحته دي. بس انا شايف عدم رضائي ده ورضائي ده، احنا يا جماعه انا معلش، احنا لما بنيجي نلعب احنا في وقت برضه الشمس ضربه لنهار، الشمس ضربه لنهار، او وقت الماتش ضربه في عينيك وكده، فالطبيعي برضه الموضوع هيبقى صعب، يعني مش سهل. وده بان على فكره في 3 كور لعمر كمال بدأ يبصيها غلط، وده هو خلاص اللياقه بتاعته وقعت. وفي لعيبه بتاعتنا الحمد لله، يعني عمر كمال مش عارف ياسر ابراهيم بدأ خلاص تعبوا بقى، يعني في اخر ماتش، في اخر الماتش في 5 دقائق كده بدأوا يتعبوا بقى، فكانت باينه قوي يعني. فالاداء ما اقدرش احكمه في ماتش زي ده